مع تعدد اصدارات شركه افتوفاز من لادا 2105 و2107 للادا نيفا، قررت الشركه انتاج موديل مختلف واقتصادي، وكانت لادا اوكا، واللي جاب بتصميم وتصنيع روسي. لادا اوكا واحدة من العربيات الهاتشباج الصغيرة باتنين باب، وتم انتاجها سنة 1988، وكانت بتستهدف الفئة الاقتصادية بشكل كبير. العربية انتشرت بشكل كبير جدا في روسيا وانتشرت في اسواق تانية، لكن انتشارها ما كانش قوي، ورغم توقف انتاجها سنة 2008 الا انها بتستخدم لحد النهاردة في بعض الدول. وزي ما قلت لك ان العربية كانت بتصميم وتصنيع روسي، فكان في تركيز كبير على اداء الموتور وقوته كاثبات من شركة افتوفاز على كفاءتها في التصنيع. فالعربية نزل باول موتور ليها، وكان موتور اعتمادي بقوة 650 سي سي 29 هورس باور. بعد كده اتعدل وبقى 750 سي سي 33 هورس باور بنظام دفع امامي مع فتيس 4 سرعات. وانا هنا بكلمك عن قوه الموتور في اعتماديته مش في ادائه. والعربيه نزلت بمواصفات الموتور دي عشان تنافس عربيات تانية من نفس فئتها في الاقتصاديه واستهلاك البنزين، زي سوزوكي ماروتي وفيات 126 وسيات 133. وامكانيات الموتور نزلت مع مواصفاته وابعاد متشابهه مع العربيات دي في الابعاد عشان تدي نوع من الانسيابيه في الحركات. العربية كانت بتنزل بارتفاع متر و40 سنتي، وطول 3 متر و20، وعرض متر 42، وطول قاعدة العجلات متر و18 سنتي، وارتفاع الأرض 15 سنتي، وتانك بنزين بسعة 30 لتر، ومعدل استهلاك بنزين 4 لتر لكل 100 كيلو، وده معدل ممتاز جدا، ووزن 675 كيلو، مع سرعة قصوى بتوصل ل 120 كيلو في الساعة، ومعدل أداء من 0 ل 100 في 24 ثانية. ونتيجة لمواصفات العربية مع تناسق وزنها مع بعضها، فالعربية اكتسبت بعض المميزات. أول وأهم ميزة استهلاكها للبنزين، فالعربية تعتبر ممتازة جدا في استهلاك البنزين، وزي ما قلت لك بمعدل 4 لتر كل 100 كيلو. تاني ميزة قوة الصاج ومتانته. تالت ميزة ارتفاع عن الأرض بالشكل اللي يناسب شوارعنا. رابع ميزة سرعتها واللي بتتفوق على إمكانياتها. خامس ميزة ثباتها يعتبر كويس جدا مع السرعات، وده نتيجة لأبعادها. آخر ميزة سعرها، واللي يعتبر قليل ومناسب جدا لناس كتير. أما بالنسبة لعيوبها فلادا اوكا بتيجي ب5 عيوب. أول عيب قطع غيارها، واللي مش متوفرة في كل المحافظات، وسعرها غالي نسبيا بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة. تاني عيب صيانتها، وده لان في الغالب هتقابل مشكله مع صيانتها، لان مش اي صناعي يقدر يشتغل فيها بسبب اجزاء الميكانيكيه المعقده. فالعربيه مش منتشره بالشكل الكافي في السوق المصري والشرق الاوسط عامه غير في بلاد محدوده. اما رابع عيب حجمها، فالعربيه حجمها صغير جدا جدا ومش مناسبه لاغلب الناس. اخر عيب اعاده بيعها، وده نتيجه للعيوب اللي ذكرناها وعدم انتشارها. خلاصة الفيديو، لادا اوكا مش العربية اللي هتديك قيمة مقابل سعر، ويستحسن تستبعدها تماما من حساباتك، وهات لك عربية تكون منتشرة في السوق وريح دماغك وما تلفش على قطع غيار وصيانات. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.